السلام عليكم. اخوان المتابعين المشاهدين، درنا خطوه غير لقدام، واحد الخطوه صغيره ولات شي عيون ما تنعسش تشوفك رابح. اخوان ما تنساوش لايك، وهذا الفيديو كل شيء غادي يشوف راسو في هذا الفيديو هذا تقريبا اللي عنده هذا المشكل. اخوان الوجع ما كيهضرش عليه بزاف ديال الناس، هذا وجع ملي كتطلع شويه وملي كدير شي حاجه مختلفه وملي كتخرج من الصف. ماشي وجع ديال الفشل، وجع ديال النجاح. انسان بزاف ديال المرات ما كيبغيش يشوف اللي قريب ليه يربح، وماشي لانه باغي ليه الشر، ولكن حيت نجاحه كيدق في بلاصه موجعه فيه، كيحرك حلم قديم دفنه، كيذكرو بوقت قال فيه وغدا ما جاش. انا كنقول هذا الكلام وانا عارف واش كنقول، حيت عشتو كصانع محتوى او كناشط ناشط اعلامي. ما غير كتنجح راه كتبان في صوتك، في وجهك، في الاراء ديالك، في الاخطاء ديالك، في المحاولات ديالك. وهاد هو ماشي ساعه الناس اللي دايرين بيك، اللي قريب ليك، اللي كان كيشوفك بحالو كيبان ليه فجاه انك خرجت من الدائره، وهذا الخروج كيخلق واحد الصراع داخلي. علاش هو قدر؟ علاش هو تجرأ؟ علاش الصوت ديالو وصل وانا باقي هنا؟ ومن هنا كتبدا الحكايه اللي ما كتبانش الكاميرا. الدعم كيولي قليل، الصمت كيولي طويل، النصيحه كتولي مسمومه. واسمي هذه النصيحه، رد بالك، راك ما تعولش بزاف على هذا الشيء، راه هذا الشيء غير مؤقت. كلمات باينه عاديه، ولكن موراها واحد الحساب بارد، واحد التمني الخفي انك ترجع للبلاصه اللي كانوا مرتاحين فيها معاك. وهنا كتطلع الحقيقه القاصحه اللي صعيبه تصرت لهم. الناس اللي كيتمناو لك الخير بصح غالبا ما يكونوش قريبين ليك، يكونوا قراب ليك، يكونوا ناس ما عمرهم شافوك من قبل، ولكن شافوا راسهم فيك، سمعوا صوتهم في الهضره ديالك، حسوا بانك كتهضر على شي حاجه عايشينها. اما الحسد، اما الضربات القاضيه، راه ما كتجيش من بعيد. من كتجي من مسافه السفر، من ناس عارفينك، عارفين ضعفك، عارفين فين يضربوك بلا ما كمل عليها. وخصنا نكونوا واضحين، ماشي اي واحد ما دعمكش، راه عنده بزاف منهم، راه بزاف اللي مجروحين شافوا فيك مرآة وما عجبتهمش الصوره. او كنتكلم كصانع محتوى او كناشط اعلامي في السوشيال ميديا، اكبر خطا تقدر ديرو هو تحاول تشرح نفسك لكل واحد، انك تطلب القبول من الناس ارتاحوا غير لنسخه قديمه منك. حيث الحقيقه هي هذه، النجاح كيبدل العلاقات، وماشي كل شيء غادي يقدر يكمل معك الطريق، هذه خصك تعرفها. ولكن كاين واحد درس كبير هنا خصك تشدو مزيان. اللي بقى معاك من بعد وكان معاك قبل، من بعد طلعت الشمس، من بعد ما ولا عندك صوت، ومن بعد ما ولات عندك كلمه مسموعه، راه كيبغيك بصح. واللي قلب وجهه ولا بدا كيقلل ولا كيحسبها بالميزان، راه ما كانش ضدك، كان غير ضد الاحساس اللي كتخلق فيه، كدير فيه هذا الشيء. ما تخليش هذا الشيء يهرسك، ما تخليش هذا الشيء يشكك في الذات ديالك. حيت الا ما قلب حتى واحد عليك او دور عليك، غالبا ما راك درتي حتى حاجه مؤثره. اللي قلبوا عليك عرف بلي راه الناس راه تبغيك. الطريق ديال صناعه المحتوى ماشي مفروشه بالتصفيق، فيها الوحده، فيها الشك، فيها لحظات كتسول فيها راسك واش نستاهل، واش نكمل هذا الشيء هذا. وكنقول لك وين القلب، ايه تستاهل، ايه كمل، حيت الصوت ديالك اللي خارج من الصدق حتى اذا تاخر راه كيوصل. وخليك ديما تفكر السلام الداخلي ديالك اهم من رضا الناس، والقليل اللي كيشوفك بالصح خير من 1000 تصفيقه مزيفه.
ولا حسيتي براسك في هذا الكلام، راه ماشي صدفه، وراك ماشي بوحدك. مع السلامه.